ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كده وصفه اقتصاديه. كفته الفراخ بصدر فرخه وبطاطستين. هنعمل وجبه كده متكامله تكفي عيله وممكن تخزني منها كمان. النهارده معايا صدر فرخه، ومعايا بطاطستين وسط كده، ومعايا هنا ملح، بابريكا، توم باودر، كزبره، فلفل اسمر، ومعايا كده معلقتين من البقسماط او الفيجيتار، ومعايا هنا بصل، فلفل الوان، وتوم، فلفل بلدي اخضر، ومعايا هنا قرن شطة وبصل بتاعنا. هبتدي بقى ان انا اجيب البصل والفلفل اللي احنا مقطعينه، هنحطه في قلب الكبة عشان نفرمه. عايزينه بقى كده يبقى مفروم قوي عشان ينزل لنا المية اللي فيه. كل السوائل اللي في الفلفل والبصل تنزل كده عشان انا اصفيها بعد كده. هحط هنا نص الكمية، والنص التاني هعمله مرة تانية عشان يتعملوا بسرعة معايا. هنا بقى هعمل دول اهوت، وبعد كده هنزل الكمية اللي انا سايباها هحطها عليهم عشان اعمل الباقي. نزلت الكمية الباقية اهي. انا حاطه هنا قرن شطة حامي حسب الرغبة، اللي بيحب الحامي يحط. هنا بقى اللي خلصناهم كلهم اهو. هبتدي ان انا اجيب مصفى وانزل البصل والفلفل اللي احنا فرمناه، وهبتدي ان انا بقى انزل كمية المية اللي فيها كلها اهي. اصفيه كويس قوي عشان ما يبقاش في نسبة سوائل في الكفتة بتاعتنا عشان ما تفكش منه. نزلت كمية المية كلها اهي. هبتدي بقى ان انا اجيب الكبة بتاعتنا وهضيف الفراخ اللي احنا عملناها مقطعينها كده حتت صغيرة اهو. هبتدي ان انا احطها في الكبة واحط البطاطس عليها. البطاطستين اللي انا سلقاهم، انا سلقاهم بحالهم ومقشراهم، مسلقتهاش متقطعة عشان ما يبقاش فيها نسبة مية، عشان برضو ما تفكش الكفتة بتاعتنا. هنا بقى انا قطعتها حتت اهيت وضفتها على الفراخ، وهضيف التوابل بتاعتنا. اللي احنا قلنا عليها كله في قلب الكبة، مش هتاخد معاكي وقت خالص. يعني عايزه اقولك ان لو في ربع ساعة هكون مخلصاه. هنا بقى البصل والفلفل اللي احنا عصرناه هنضيفه عليها برضو. ضفته الكمية كلها اهي. والمية بتاعت البصل ديت انا هعوزها في الاخر مش هتترمي. ومعلقتين هنا البقسماط او الفيجيتار. هبتدي بقى ان انا اضرب كل ده مع بعض وهنشوف شكلها عامل ازاي. هنا بقى شكلها اهو، كل ده اتضرب مع بعضه. الكمية كلها، عايزة اقولك الكمية حلوة جدا، يعني تكفي عيلة. ولو مثلا أسرة صغيرة ممكن كمان تعيني منها في الفريزر عادي خالص، مش بيحصل لها اي حاجة. هنا بقى احط معلقة من النشا كده. النشا عشان بتخليها تبقى متماسكة، ما تفكش يعني. عايزه اقول لكم ان هي كده تحس ان هي طريه شويه. هبتدي ان انا احطها في التلاجة بتاع ربع ساعه او 10 دقايق. وهبتدي ان انا اشكل فيها. انا بقى عملت اهو، هتتشكل معايا بكل سهوله بالشكل ده. هبتدي ان انا بعمل بقى الكميه كلها كده. عايزه اقول لك ان هي هتعمل معايا كميه حلوه اهو بالشكل ده. وعايزه اقول لك يعني ممكن تعوصي ايدك زيت لو بتلزق معاكي قوي، تعوصي ايدك زيت. هنا بقى انا حطيتها في التلاجة 5 دقايق عشان نعرف نعملها مع بعض. هنا بقى هعمل صبع كده زي شرايح كده عشان تبقى شكل الكفتة المشوية كده بالشكل ده، عشان تبقى شكل الكفتة المشوية. خلصت الكمية بتاعتنا بقى كلها، وهبتدي ان انا اجيب بقى معلقة من السمنة او الزبدة او الزيت حسب ما انت تحبي اهو. انزل بقى عليها بالكفتة كده هرصها. عايزه اقول لكم ان هي مبتاخدش معايا وقت خالص، يعني
10 دقايق بكون خلصانة، لان اصلا الفراخ مش بتاخد سوا كمان، بتتعمل على طول. عايزه اقولك ان دي طريقه بقى في الوقت الضيق، يعني جايلك ضيوف، جايلك حد فجأة، جايلك اي حد، تقدري تعمليها بكل سهوله، مش تاخد وقت. انا بقى اسيبها بقى تاخد لون على الوش ده، وابتدي بقى ان انا لما تاخد لون تحت كده وتسيب في الجريل، هبتدي ان انا اقلبها اهو. هنا بقى اتعملت اهيت، هبتدي انا احط فحمه كده، البسها في فحمايه كده وهغطي عليها. هنا بقى قدمتها معاكم بالشكل ده. هنا بقى انا قدمتها مع رز، انت تقدميها مع مكرونه، تقدميها مع بطاطس شيبسي، مع اي حاجه. انا هنا قدمتها مع رز اصفر بديل الرز البسمتي كده، بس رز بلدي.